للاسف في بعض الشركات بتتعمد ان هي تكبر المحتوى بتاعها وتحط ايتمز وتحط عناوين كتيره جدا، وللاسف العناوين دي ما بتبقاش واخده حقها بشكل كامل، لكن مجرد ان هي بتبقى حاطه عناوين وخلاص، وفي نفس الوقت بيبقى المحتوى سعره رخيص جدا، فبالتالي معروفه جدا، معروفه من زمان الغالي ثمنه فيه، فبالتالي لازم تركز ان انت تاخد قيمه عاليه وقيمه كبيره وحاجه تديك الصنعه وتديك العلم، مش مجرد ان انا هدرس محتوى الايتمز بتاعته كتير. وده بفيدباك من كل العملاء اللي احنا قدمناهم واللي احنا خرجناهم على مدار ال10 سنين اللي فاتت. انا ندى اشرف عبد اللطيف، خدت كلينيكال فارماسي وخدت كورس التغذيه العلاجيه مع دكتور احمد جاد. بصراحه كان مميز جدا ان احنا درسنا الاول نظري كويس، بعد كده بدانا ناخد النظري ده وابدا اكده في حالات عملي، وان انا اعمل بنفسي دايت بلان لحالات كتير، حالات ممكن تبقى عاديه موجوده في حياتنا، وحالات تانية لا ممكن تبقى نادر ان انا اشوفها. استفدت منه كويس جدا، ومع دراستي وصلني لحاجه اقدر اشتغل بيها براكتيكال في سوق العمل.